هو ليه شهر فبراير بيزيد يوم كل 4 سنين؟ ليه مش شهر ابريل او مارس او حتى يناير؟ تعالى مع بعض كده بسرعه وفي اقل من دقيقه نعرف حدوته اليوم ده بدا ازاي. فكره السنه الكبيسه واليوم الزياده دي بدات مع بدايه التقويم، لما عمك يوليوس قيصر قرر ان هو يحط تقويم جديد عشان ينهي بيه فوضى التقويم اللي كل شويه بتتغير على حسب اهواء صحاب السلطه. لما جم يحسبوا سرعه دوران الارض حوالين الشمس لقوها بتلف في حوالي 365 يوم و6 ساعات وشويه دقائق، فقال لك بس احنا نخلي السنه 365 يوم وكل 4 سنين هيتجمع لنا يوم نزوده عليهم، يبقى احنا كده حلينا المشكله ونسمي السنه دي سنه كبيسه وتبقى عدد ايامها 366 يوم. طب يا عم يوليوس احنا كده خلصنا من الايام، هنقسمها كام شهر؟ قال لك احنا نقسم السنه 12 شهر، الشهور الفرديه 31 يوم والشهور الزوجيه 30 يوم. حلو كده؟ لا مش حلو، لان في يوم مش هيجي غير كل 4 سنين. طب احنا كده هناخده من اي شهر وبناء على ايه؟ قعد مع نفسه كده وفكر وقال لك ان شهر فبراير ده شهر ما فيهوش اي مناسبات، لا اعياد دينيه ولا بنجمع فيه محاصيل ولا اي حاجه، يبقى بس هو شهر فبراير هنشيل منه اليوم ونحطه كل 4 سنين، وبكده شهر فبراير هيبقى 30 يوم في السنه الكبيسه و29 يوم في السنه العاديه لحد السنه 33 قبل الميلاد. الدنيا ماشيه حلاوه في البطيخ. وهنا قرر الملك اوكتافيوس ان هو يغير شهر 8 ويخليه باسمه. يا عم يرضيك يهديك، احنا ما صدقنا ثبتنا تقويم. قال لك بص هو خلاص نويت في دماغي انا هغيره، يعني هغيره ومش بس كده، ده انا هخليه 31 يوم كمان. يا عم ازاي هتخليه 31 يوم؟ احنا خلاص خلصنا السنه وبركت على كده، هنجيب لك ايام تانية منين؟ وطبعا كلنا عارفين هياخدوا اليوم من مين، هو شهر فبراير ملوش اهل يسالوا عليه، وعشان فعليا يبقى شهر اغسطس 31 يوم وبس كده. لو شايف المعلومه جديده ما تنساش تدعمني بلايك وفولو.